أجريت صبيحة اليوم امتحانات شهادة تعليم القاعدي لفصول محو الأمية عبر ولايتي الأغواط وأفلو المنتدبة، وذلك تحت إشراف الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. وقد سخرت المصالح المعنية كل الإمكانات المادية والبشرية لضمان سير الامتحانات في ظروف ملائمة. وبلغ عدد المترشحين هذه السنة 1328 مترشحا، من بينهم 94 ذكورا موزعين على عدد من البلديات على مستوى الولاية أقول، ما يعكس تجاوبا متزايدا من فئة الكبار مع برامج محو الأمية. نتابع هذه الورقة للزميل عبد القادر بوشريط. نرحب بأمهاتي وأخواتي المتعلمات، أتمنى إن شاء الله لأخواتي وأمهاتي التوفيق. امتحان شهادة التعليم القاعدي دورة ماي 2025 النشاط اللغة العربية. امتحان شهادة التعليم القاعدي. تجري اليوم ملحق الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار لولاية الأغواط امتحان التحرر القاعدي عبر 24 بلدية، من بينها بلدية الولاية المنتدبة الأفلو اللي رانا متواجدين فيها. تم تسخير جميع الترتيبات والتحضيرات لهذه العملية، وتمت اليوم انطلاقا عملية الامتحان وفتح الأظرفة. عدد المشاركين في الامتحان حوالي 1328، من بينهم 94 ذكور موزعين عبر 24 بلدية الولاية. كنا أميين واليوم الحمد لله كي قرينا وليداتنا وخرجوا لنا صالحين وقراونا وعلمونا. ونشكروا دولتنا الجزائرية اللي خلاتنا واعية، ونشكروا سلك التعليم. رانا الحمد لله نقراو كتاب القرآن، راه فينا اللي موصله للحزب وفينا اللي موصله ل 15، والحمد لله رانا واعيين. دركا رانا اللي حاجينا نقيدوا البيبان، اللي نقيدوا البلايك، اللي